وعندها توجهت إلى الوكيل العام وبالتحديد نائبته الأخت. استقبلتني استقبالا جيدا المرة الأولى وأمدتني حتى بنسخة من شهادة من المجلة الجزائية لينص فيها كيف يمكن التحيل على الإنسان يعني بانتزاع أمضاه بالغش أو كذا وكذا، وأن الجماعة مورطين، فاستبشرت خيرا، إلا أنني اكتشفت أن وعد البيع وعقد البيع لا يحملان إمضاء خليفة السعودي الذي حسبته أنه هو محرر العقود. شخص آخر لا أعرفه ولم ألتقي به، محامي آخر. في الجلسة الثانية مع السيدة التي تكفلت بأن يكون الحوار هو الذي يفتح ويحل هذه المشكلة، بدأت أفهم بأنني إنسان، أنا المتحيل وأنا الإنسان الطماع وأنا اللي نحب نقلب المحامي، وأنه خلص علي شيكات وأنه سلف لي فلوس. وبدأ ينتشر هذا الخبر يعني في جابس أن ثم واحد جاي من تونس أعمل عملة كبيرة في خليفة السعودي وجوهر لطيفي، حتى أنه يعني بدأ اعتراضي للضرب يعني من قبل جوهر لطيفي، وقدمت به شكاية للشرطة وكذا إلى آخره، ولكن ما صرحتش. لحد الآن أنا عندي عقد بيع فيه الإمضاء متاعي، على ما يبدو أنه الإمضاء متاعي محمولا بسكانات أو أني أمضيته فعلا، فإلى حد الآن لا أعلم ذلك. واضح. لأن التحقيق في عملية إمضاء لم يتم على مستوى الشرطة الفنية. أصل في العمليات كل عملية يتم وحدها، عقد البيع وحده ووعد بيع وحده، نفس الشخص وفي نفس ينجم يكون في نفس النهار معه. تبقى كما ذكرنا أجرة العادة ساعات يعملوا في نفس حكم الانتظام بتاع الخدمة، فهمتني؟ هذا صف من هي غاديكا يحط جميع العمليات في نفس العملية في نفس الستار، نفس المرجع. وهذيك ساعات تصير معناها تصير برشا مشاكل كما صار. عون البلديه في حد ذاته مقيد اللي هو وعد بيع، اللي هو السيد امضى وعد بيع وليس عقدا، ولا وجود لامضاء عقد بيع مسجل في دفاتر البلديه لدى مصلحتكم باسم السيد هذايا. لكن الطرف الاخر او المشتري اللي هو السيده فوزية صقر موجود في دفاتركم أنها أمضت وعد وعقد بيع. كيفاش نجم تفسر العملية هذه؟ ما نعرفش كيفاش تراها، هل هي خطأ؟ هل هي ما نعرفش إشكال قانوني؟ العون هو يجيه معنا أمام المواطن، فهمتني؟ جد هي وحدها، مش بشرط يربط ما بيناتهم أنا بالعملية. شبيك أنت ما جيتش ينجم يجي كل واحد وحده، فهمتني؟ هذا يجوز قانونا، يجوز. وهو جي عمل موضوع خاص وعد بيع عقار مناب على الشياع هيك، وبعد فترة جت هي عملت معناها وعد وعقد بيع، عملت بصفتها مشارية على وثيقة وعد وعقد بيع. لكن هنا أستاذ بماذا نفسر وجود توقيع السيد علي المقيرحي على العقد البيع بنفس الرقم وبنفس الإمضاء ونفس التاريخ ونفس الإمضاء العون متاع وعد البيع في العقد اللي أمضته، اللي جات من بعد أمضته السيدة فوزية صقر؟ والمرجع هذايا المرجع هو في الأصل متاع الوعد البيع معناها، اللي هو مرجع وعد البيع، اللي هو أنتم مسجلينه في دفاتركم بأنه وعد بيع وليس عقد. هذه من العون مترسل، العون ما دام ماخذين منها وعمل لها كشي معناها بتاع البلديه وقلت لي 30 مارس جملويد، المفروض راهو معناها هي اصل في العون هي الذهب، فهمتني؟ معناها كده فما العمليه موجوده.
موجودة ونخدمها. معناها العون هو الذي أخطأ؟ هل صاحب العقد أو البائع هو الذي أخطأ؟ هو الشاري هو الذي أخطأ؟ باش نحملوش حتى حد مسؤولية هنا؟ ماهوش في نفس التاريخ. أعطينا المفروض يصير. هو ماهوش في نفس التاريخ الزوز. مش نفس التاريخ. فهمتني. معناها هو إمضاء البائع مش هو بيدو تاريخ إمضاء الشاري. أي. وفي الأصل معناها هذا وقت والله في الحالة هذه نجم نجيبوا استفسروا مع العون معناها اللي يعملها. هذا لك حين يقول يا سيدي اللي بتاريخ 31 مارس 2008 كان تقدم منه شخص تبين انه يدعى علي المقيحي بشباك البلديه المخصص للتعريف بالامضاء بتاريخ 31 مارس 2008 وامده بالوثائق يفوق عددها 10 وثائق. قصد التعريف بإمضائه عليها فتسلمها منه وتصفح النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منها، فتبين له أن النسخ الأربعة التي تصفحها تعني موضوع وعد بيع منابات على الشياع وسعيا منه لربح الوقت. توجه بسؤال المعني بالأمر لمعرفته هل أن باقي النسخ تهم نفس الموضوع وهو بعد البيع منابات على الشياع، فصرح له المعني بالأمر أن تلك النسخ كلها تهم نفس الموضوع، وأمضى له على كامل النسخ التي قدمها له. عندها تولى المجيب ختمها بتبع التعريف بالإمضاء وسلمها للمعني بالأمر. معناه يقول القائل تو كي هو الوعد بالبيع معناه هز هو الورقة هذه فهمتني. هو كواعد ما شافش باقي الأوراق. أي نفرض وقع دس فهمتني. تو هو عمل الكاشي معناها وعطاهم له الأوراق. الواعد هذا الواعد بالبيع كي يروح لدارهم ينجم يشوف الوراق معناها يلقى هذه عقد بيع مش تابعة لواحد كان ينجم يشاركها وينحى. لكن هذا ترى انه مش من دور العون البلديه، مش من دور الواعد. هو المفروض يتصفح لجميع الوثائق. هذا هو المعمول به يعني قانونا في مجال الترتيب. ما احيانا كما ذكرت لكم من سابق كثرة العمل يبدأ في نفس الكوبي فهمتني؟ يقول ميم سي معناها ويبدا يطبع لها في الوحدين على اساس انه نفس الوحده. خاطر الاصل حالات معناها استثنائيه وشاذه باش تصير زي هذه. من الاصل في الاصل ديما العون معناها يفلاها الورق، خاطر كان ينجم هذه ما فيها حتى ما تصيرش مشكله، خاطر باش يمشي للقضاء تحال على القضاء وهما بالتحقيق نتاعهم معناها يشوف المرجع هذا تابع الوعد فهمتني، وباش ينادوا الواعد والموعود له ويثبتوا منهم، خاطر الريفرنس هذا نتاع وعد. حنين مفيد حسن النية، خاطر العون تو كي باش يكتب امتى معناها واحد كي يبدا عملية مش موجودة مثلا ويبداو كاكسو معناها فهمتني. لا فهمتك حنين انا لا قلت له يعني عندنا حنين العون جي يخدم خدمته حاجة أخرى أنا تمشي فهمتني، أما هو حاب يعمل يستفسر وكا هو مش حابتني. معناها هو في الأصل وعد بيع مش عقد بيع. وعد هو موجود في الدفتر بتاعنا وما ينفع وانت وعد مش عقد. ياك أنا مشكلة في العقد البيع هذا يفهمنا. خلينا نكلمه في اسمع عبد الله. معك صحافي. سي عبد الله سامحني يا سي عبد الله. يا اخويا تفضل مرحبا. يعيشك بارك الله فيك، وحبيت نعرف هو السيد وقت اللي جاك باش يصحح لا صحح عندك وعد بيع هكا ولا؟ نعم نتفق، هي العمليه وعد بيع اللي تذكرني. خطرت عليك قلت لك تو قلت لك تو انت ايماجين ما تعمل في كذا ولا تفيد فوق اوبيراسيون فرجوك. وهذيك المده هذه تو تعرف عليها ما يقال عام ولا عام ونص. صحيح. حتى كي تلقاني باش تعطيك هذا الديتوني انت استجابه تعمل بالارتيكل بتاعك وتساءل على عون حضرتك كامل. فهمتي ولا؟ فلهذا لما نجيب نعطيك الانترنت هذيك الكلمه ولا وقت يستبدل مش كتاب. يا سي عبد الله انا مش نكتب، كان اللي تقوله لي يعني ما اذا انت بحاجه ما تحبش تقولها هذيك حقك، واذا انت حاجه تحب تقولها هذيك لازم حقك. اكد لي سي عبد الله باردي يعطيه الصحه، وراني اللي راهو تم امضاء وعد بيع من طرف السيده المقيحي ومن طرف السيده فوزيه سقط امضاء وعد وعقد بيع. لكن انا بخلي نقطة الاستفهام في وجود ووعد هذا من طرف فوزية سقط. وعد وعقد زوز مكتوبين في الدفاتر البلدية. لا
مش انت هذا اللي صحح راه تعاون اخر، راه صحح مع مدام فوزيه صقر، عاون اخر غيرك انت. وعد بيع واضح. بماذا تفسر انت وجود امضاء السيد علي مقيحي على العقد البيع؟ عندك حق. واضح. شكرا يا سيدي، يعطيك الصحة. اوت سبتمبر اكتوبر ل 10 اكتوبر تعلمني الوالده بان العدل المنفذ ماشي جاي على الدار يحب يخلي ورقه لعلي ولده اللي هو ادم.